السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم المصري يصفع به الجزائر بعد اعتداء لاعبي شبيبة القبائل عليه بعد فوز الترجي التونسي، ويناشد الفيفا والكاف. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد اعتداء لاعبي شبيبة القبائل الجزائري على الحكم المصري بعد خسارتهم من الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الجزائر، فقد صرح الحكم المصري بعد هذه المباراة وأدلى بتصريحات نقلتها إذاعة الشباب والرياضة المصرية، وقال: لقد حكمت هذه المباراة بالعدل ولم أأتي على الفريقين أبدا، فهناك فار كان يراجع الحالات التحكيمية، فأنا شاهدت تحليل جمال الشريف على قنوات البين سبورت وقال أنني لم أحتسب أي شيء يضر بفرقة شبيبة القبائل وأن ليس لديه أي ركلات جزاء، فأنا عشت لحظات صعبة للغاية بعد انتهاء هذه المباراة، فأنا لم أتوقع إطلاقا أن لاعبي شبيبة القبائل سيعتدوا علي بمثل هذه الوحشية، فالكل كان يضربني وأنا كنت وحيد، والأمن الجزائري كان لا يحميني بل كان يساعدهم من أجل أن يضربوني. أنا اتهنت في الجزائر فهم كانوا يريدوا أن أحتسب لهم ركلات جزاء وهمية، وهذا لن يحدث أبدا لأن لدي ضمير، وأرجو من الاتحاد الإفريقي والفيفا أن يعاقبوا الجزائر لأنهم لم يحترموا أحد، وأنا شاهدت الموت بعيني بعد أن هاجموني بهذا العدد الكبير، فأرجو معاقبة كل من تطاول علي وضربني، وإذا لم يأتي الكاف بحقي سوف أذهب إلى المحكمة الرياضية وسأرفع قضية على شبيبة القبائل الجزائري مهما كلفنا الأمر، لأن كرامتي فوق كل شيء. وفي النهاية، ما رأيك فيما فعلته الجماهير الجزائرية بالحكم المصري؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.